مساء الخير، مساء الخير عليكم احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما ايامكم تبقى حلوة زي قلوبكم الجميلة دي. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، معلش اعذروني كنت تعبانة. فما صدقت بقى ان انا اول ما بقيت كويسة قمت بقى نستعيد النشاط ونرجعه مع بعض ونعمل بقى شغلنا وننزل فيديوهات. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك علشان الفيديو يترفع، واللي لسه جديد عندي في القناة يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان دايما يجيله اشعار بالفيديوهات بتاعتي. اول حاجة عملتها كده بعد ما فطرت بقى وشربت كوباية الشاي، دخلت على الغسيل على طول. طبعا الغسيل لما بيتغسل اول حاجة بيريحك بقى طول اليوم، تحسي ان انتي خلصتي شغلانه، وبالذات لما يكون غسيل. يعني انا من الناس اللي قبل ما اتجوز كان الغسيل يعني تقيل على قلبي شويتين، وفضلت بعد ما اتجوزت بغسالة نص اوتوماتيك. انا الوحيده اللي دخلت بنص اوتوماتيك علشان المساحه كانت صغيره، فغلبتني كتير من غسيل ونشر وكل ده. فاول ما ربنا كرمني بقى جبت الغساله اللي فوق اوتوماتيك دي، بصراحه بتريح. فاول حاجه نعملها كده عشان نجدد النشاط بتاعنا، نغسل الغسيل بتاعنا ونشرناه وندخل على اوضه الولاد. دي اوضه الولاد، هي اوضه يعني مش كبيره قوي بس وبسيطه، لان برضو زي ما قلت لكم انا شقتي القديمه كانت صغيره، فكان فيها السريرين بس والدولاب ويدوب بس حته نعدي منها. فبالنسبه للاوضه دي فالاوضه دي واسعه عنها، بس طبعا برضو نفس النظام. كان عندي هنا مشكلة في ان السريرين عشان احطهم جنب بعض المساحة برضو مش اللي هي. ففي بلكونة هنا صغيرة سدتها كده بالسرير، محدش بيدخل فيها، وانا ملياها كراكيب علشان الولاد ما يدخلوش فيها، لان انا في الدور السادس وبخاف اسيبهم لوحدهم، حد منهم يبص مثلا في المنور او يدخل البلكونة دي. وان شاء الله وباذن الله هحوط السور بتاعها بسلك برضو كلها علشان محدش يبص منها. وانا بغسل بقى الصبح طلعت الفرشه القديمه، هويت الاوضه، كنست الاوضه يعني ايه لغايه ما اجي ونضفتها كده. نضفت السريرين وفرشتهم ونضفت برضو الكومودينو. طبعا يعني انا شايله العابهم كلها، انا مش حاطه اي العاب لان الالعاب دي بالنسبه لي ازمه، كل شويه احطهم في السبت مبهدلين الدنيا بالعابهم. فكميه الدباديب دي انا عندي كميه كبيره جدا كلها شايلاها في اكياس، والله مودياها الشقه القديمه. عندي العاب وعندي حاجات بيكسروها برضو، ومكعبات رايحه جايه بدوس عليها. لا انا شايله كل ده لان انا بصراحه غلبت في كل ده. هنا بس حاطه برضو المكتب، يعني انا حاطه السريرين والكومودينو والمكتب والدولاب. ناويه باذن الله وان شاء الله اعمل لهم كومودينو بقى ليهم، واعمل لهم سراحه كده باربع ادراج، وكمان اعمل لهم دولاب جديد لان الدولاب ده يعني اتبهدل معايا كده وباظ واحنا بننقل. فناويه ان انا برضو اظبط لهم الدنيا كده، بس نستقر شويه باذن الله واظبط لهم الدنيا كلها. بدأت بقى ان انا امسح لهم الاوضه واحط لهم معطر كده في الميه علشان تبقى الريحه حلوه. انا دايما كنت بعاني في اوضه الاولاد دي، كانت في حاجه واحده بس اللي بعاني منها، هو الدولاب. دايما كان كل ما حد يعوز لبس يجيب لي الهدوم كلها وتنزل لي على الارض، تنزل لي على السراير. كانت دي اكبر معاناه بعانيها في اوضه الاولاد، وما كنتش طايقاها بسبب كده، ان هي بسيطه ما فيهاش كركبه كتير، بس الكركبه اللي فيها كانت دايما الهدوم. خلاص بقى بعد كده بقيت انا اللي قررت ان محدش ياخد هدومه، انا اللي اديهم هدومهم، اللي عايز اي لبس انا اللي بحطه وانا اللي بوديه، ما بقاش فيه كركبه ولا في اي حاجه. فده برضو حاجات من اللي هتريحك في اوضه الولاد، ان انتي اللي تحطي هدومهم وانتي اللي تجيبيها علشان هم بيبهدلوا الدنيا. خلاص كده انا خلصتها بقى بعد ما نشفت، فرشتها وكده خلصنا اوضه الولاد وبقت زي الفل. وندخل بقى نشوف المطبخ بتاعنا. هنا بقى دخلنا على المطبخ، وزي ما انتوا شايفين حالته لا تسر عدو ولا حبيب. زي ما انتوا شايفين بقى مكركب كده من مكان الغدا والبهدله بتاعت طول النهار. انا صورته لكم زي ما هو كده قبل ما نبدا فيه اي حاجه. هنا بقى خلاص انا حطيت على فكره تحت الحوض عملت تقفيله، بس هو لسه ما فكهاش لان هي طلعت ناقصه شويه زي ما انتوا شايفين من عند الحيطه. هيجي لسه بقى يثبتها لي ويظبطها لي ويخليها على قد المكان، ونشيل بقى اللزقه دي اللي عليها كتابه دي. عملتها تقفيله احسن بكتير من الستاره لان الستاره كانت بتضايقني. اول حاجه بقى خدت بقى لميت المواعين بقى كلها هنا، ونلم بقى في كيسه، حاطه كيسه جنبنا، وبدات ان انا الم المواعين واي بواقي بحطها في الكيسه او اي زباله بحطها في الكيسه.
دايما بعمل كده. وهنا بقى ما خدتش بالي خالص ان الكاميرا جه عليها ميه وانا بعدلها، واول ما الحنفيه اتفتحت كانت عاليه جدا، فضغطها كان عالي، فطرطش ميه على الكاميرا. ما كنتش واخده بالي خالص غير بعد ما خلصت تصوير على الحوض خالص، وانا بجيب التصوير النهائي لقيت ان الكاميرا جايه عليها ميه، وزي ما انتم شايفين مخلين الصوره بهتانه كده، يعني مش بدقتها. فانا برضو دي غلطتي ان انا ما بصيتش كل شويه عليها وان انا امسح. وعايزه كمان ابقى اشتري بقى حنفيه تانية بدل اللي هي اتقطمت، اللي هي الوصله التانية، لان هي بصراحه بتريحني جدا من الطرطشه بتاعه الحوض. بس انزل بس واجيب. انتوا عارفين انا من الناس اللي ما بتنزلش خالص، يمكن كل طلباتها يعني بطلبها اونلاين، اشوف كده على الفيس عن مشتركه في جروب كده او صفحه عامه، يعني بتجيب لي، اشوف اللي انا عايزاه كله فيها وبجيبه. والله مش مثلا رفاهيه او اني مثلا مش عايزه انزل او كده، لان انا معرفش اكتر المحلات، يمكن شفتم انا مش صغيره ومعرفش مكان محلات كتير. كنت معتمده على اختي بقى قبل ما تتجوز، ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك لها في حياتها الجديده، كانت هي اللي بتشتري لي كل حاجه. طبعا بعد ما اتجوزت بقى وكده، فانا مش عارفه ان انا اجيب اي حاجه غير اونلاين. والله يعني دي برضو حاجه كده الامهات تعلمها لبناتها. يمكن انا عشان والدتي انا الكبيره ما كانتش بتنزلني، كان في بنات غيري كانت بتنزلهم بقى السوق ويجيبوا طلباتهم وحاجاتهم. انا بنزل السوق اجيب طلباتي كلها، لكن الحاجات الرفايع وكده لو المحلات مش جنبي يعني بشتري من اقرب حاجه ليا. لكن ان انا الف بقى البلد كده وعارفه المحلات دي والمحلات دي والمحلات دي، لا انا دي مش فيا خالص. يعني انا لغايه دلوقتي ما بعرفش اسامي الشوارع اللي انا فيها. لما يقولوا لي مثلا في شارع كذا اقول لهم طب اوصفوا لي في شارع ايه، لما افتكر بقى يعني لازم بعلامه كده علشان اعرف اسم الشارع ده ايه. انا عارفه ان انتوا ممكن ما تصدقوش الحكايه دي، بس والله دي حقيقه فعلا. بس انتوا عارفين انا عندي بنتين، انا مش هعلمهم كده، لا انا هخليهم لما يكبروا يعتمدوا على نفسهم كده ويعرفوا كل حاجه ويروحوا وييجوا ويبقوا يعتمد عليهم. انتوا عارفين يا بنات اكتر حاجه بقى بمناسبه ان انا يعني انطحنت في شويه تجارب، وانطحنت في علاقات مع ناس، وانطحنت في حاجات كتير قوي الفتره اللي فاتت او بقالي فتره كده. اكتر حاجه لقيتها ان انا اعملها اني اسكت. صدقوني صدقوني، وبالذات البنات اللي لسه داخله على عائلات ولسه داخلين على جواز جديد وكده، عايزه تعلي من قيمتك او تعلي من استحقاقك لنفسك، اسكتي، اقفلي بقك ده. يعني دي اكتر حاجه انا وصلت لها الفتره دي، اني اقفل بقي، اسمع، بس اسمع اكتر ما اتكلم. لما اكون قاعده في مكان وفي نميمه وحد بيتكلم ما افتحش ده، لان انا لو اتكلمت على حد على طول اول بس ما اديهم ظهري هتبقى القعده عليا انا. فاتعلمت ان انا ما اقعدش في مجلس نميمه بيتكلموا على حد. اكبر غلطه البنات بتعملها لما بتدخل كمان في جواز جديد او في عيله جديده او مع اصحابك حتى، انها مثلا تقعد تحكي عن نفسها كتير، انها بتعمل وان هي طيبة وان هي وتبقى طبعا صاحبة صاحبتها وكل ده، وانها بترغي كتير عن حياتها وعن بيتها واسرار بيتها. لا طبعا ده ما بيقل، يعني بصي ما بيرفعش منك، ده بيقلل منك يا حبيبتي. يعني والله على الزمن كده عرفتي ان اللي ما بتتكلمش ولا بتتكلم عن حياتها الشخصية ولا اي حاجة، دي بتبقى عندها يعني دي اللي بيحترموها. لكن اللي بترغي بقى كتير وبتتكلم كتير وبتحكي وبتقول وبتعيد وبتزيد، دي بقى اللي بتبقى المهزأة بتاعة البيت او المهزأة بتاعة الشلة بمعنى اصح، اللي بيبقوا جايين عليها او بيتريقوا عليها او اللي مش عاملين لها حاجة، اللي زعلت بتخبط راسها في الحيطة. هنصالحها بعدين، نبقى نصالحها، مش زي السكتة التقيلة دي في نفسها اللي الكلمة بتطلعها في وقتها بقيمتها، عارفة تقول ايه في الوقت ده، بتسمع اكتر ما تتكلم. يعني نصيحة مني لأي بنت، اسمعي، او اي ست اسمعي اكتر ما تتكلمي. ما تتكلميش على المليان والفاضي كده، لا اسمعي، اسمعي واشتري كده الاول، وبعد كده ابقي اوزيني الكلام واتكلمي. مش عايزة تتكلمي ما تتكلميش.
يبقوا محتارين فيكي كده، يبقوا مش عارفين انتي كويسة ولا مش كويسة، انتي مثلا الكلام عاجبك مش عاجبك، يبقوا عاملين لك قيمة كده، تبقي شاغلة تفكيرهم وعاملين لك قيمة. ده يزود من قيمتك ويزود من ان محدش مثلا يضايقك بكلام، وتريحي دماغك. ولا تحكي مع حد فلانة، لو قطعتي السكة دي ان فلانة قالت وفلانة عادت وفلانة، وانك تعرفي اخبار حد، دي في حد ذاتها دي راحة، والله العظيم راحة ما بعدها راحة. انك تشتري نفسك كده على حساب انك تريحي دماغك، دي راحة ما بعدها راحة. واسرار بيتك بقى من ضمن برضو كده تبقى جوه بيتك. بلاش اسرار بيتك او اللي يحصل بينك وبين جوزك، حتى لو غلطتم، حتى لو في اي حاجة، بلاش تطلع بره. يعني نصيحة مني، لا تطلع لا لوالدتك ولا لوالدته ولا لاختك ولا لاخته ولا حتى صاحبتك. خلي مشاكلك بينك وبين جوزك كده معاكم انتوا الاتنين، ما تتعداش باب الشقة. لو في زعل يوم 2 3 بعد كده بالهدوء وهتتحل، لكن بالزعيق ودي تعرف وده يعرف ودي تعرف، مش هيتحل اي حاجة، بالعكس المشكلة هتكبر اكتر. غير كمان ان انت خلاص، انت بقيتي خلاص بقى انت مهزأة العيلة برضو، او اللي خلاص تقديرك عند الناس، اللي خلاص دي اللي اخبارها كلها عندنا، مشاكلها كلها عندنا، مشاكل جوزها، مشاكل اولادها. لا، خلي اسرارك في بيتك، لان بعد كده لو جوزك عمل فيكي اي حاجة، والدتك هتزعل منه واخواتك هتتضايق منه. انت عملتي اي حاجة، اخواته هيتضايقوا منك ووالدته هيتضايقوا منك، انتوا الاتنين هتتصالحوا بعد كده وهتتصافوا. مفيش واحد مثلا بيسيب مراته على طول زعلانة، او واحدة تسيب جوزها زعلان، بس بعد كده هما اللي بيشيلوا. دي كانت النصايح اللي انا قلتها النهاردة في الفيديو. ونضفنا المطبخ كده، وزي ما انتوا شايفين خليناه زي الفل. خليناه يعني شوية نشاط بعد غياب كام يوم كده، علشان كنت تعبانة جدا والله. ادعولي بقى ربنا يشفيني كده ويسهل لي اموري. عايزة دعوة حلوة من قلوبكم الحلوة دي. ويا رب كلامي ما يزعلش حد مني، انا بقول نصيحة بس، لان انا بصراحة عشت كل التجارب دي. فانا ناوية ان مثلا اللي تتابعني برضو من ضمن الحاجات اللي بعملها اديها نصيحة على حسب ما انا عشت او حسب تجربتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وعايزة بقى لايكات كتير علشان الفيديو يترفع والقناة تترفع بيكم وتكبر بيكم. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشرفني وينورني، ويضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل، علشان يوصل له كل جديد من وصفاتي او كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا والروتين بتاعنا. اسيبكم في رعاية الله وفي حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.